schön, هي ist Frau نورة. أنا فراو نورة سعيد، وانتوا بتشوفوا الفيديو الخامس من سلسلة كورس النطق والقراءة باللغة الألمانية. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض الحروف الألمانية اللي بتيجي مع بعض وإيه الصوت اللي بتديهولنا، وهي الحروف المركبة. أول حرف معانا هو أ أو، وبنقول عليها أو. اسمع الصوت وكرر ورايا. أو أو. برافو عليك. ودلوقتي هناخد أمثلة على الصوت أو. المثل الأول أوتو. أوتو. أوتو يعني سيارة. أوغست. أوغست. أوغست يعني شهر 8. هاوس. هاوس. هاوس يعني بيت. تراوم. تراوم. تراوم يعني حلم. أوجن. أوجن. أوجن يعني عين، عينتين. طيب خلينا نكررهم تاني. يبقى احنا عندنا الصوت هو الصوت، الحرفين دول بدون صوت أو. برافو عليك. المثل الأول بايشبيله يعني أمثلة، دي الأمثلة اللي عندنا. وأوف داين موترشباخه مطلوب منك إنك تكتبها هنا بلغتك الأم. طيب أوتو يعني سيارة أو عربية. أوغست يعني شهر 8. هاوس بيت. تراوم حلم. أوجن عينان. طيب وبكده نكون خلصنا أول حرفين مركبين. عندي بقى الحرفين دول ال A و أو ال A أملاوت و بتقروا ازاي؟ بتقروا أي. بتقروا ازاي؟ أي. أي. انت سامع صح. أي. طيب تعالوا نشوف الأمثلة بتاعتنا. هايتا. هايتا. هايتا يعني اليوم. اسمعوا وكرر ورايا. هايتا. فايا. 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 فايا يعني نار. فايا يعني نار. لو انت كنت شفت الفيديو اللي قبله هتعرف ان ال ER اخر الكلام بتقرا A. فايا. طايا. طايا. طايا يعني غالي. طايا. ناي. ناي. فركايفة. فركايفة. طبعا سمع الاي. فكاي اي فا. فكيفة يعني بائع. خلينا نسمعهم مع بعض تاني. طيب الحرفين المركبين دول بيدوني صوت اي. برافو. نبدأ نقرأ كل كلمة ونترجمها. هايت. انت الصوت دلوقتي تسمعني وبتكرر ورايا وبتحاول كمان تترجم معايا. يعني اليوم فايا نار. طايا غالي. ناي جديد. فكيف بائع. وبكده نكون خلصنا رقم 2. رقم 3 الحرفين اللي معانا هو ال A E أو ال A E. الحرفين دول لما بيجوا مع بعض بيدوني صوت أي، وكأن لما انت حد بيقرصك بتقول أي. يبقى أي الصوت اللي بيديهولنا هو أي. خلينا ناخد أمثلة عليه. أي يعني بيضة. انت لو عايز تاكل بيضة تقول أنا عايز أي. طيب رقم 1 يعني eins. eins. طبعا انت سامع الاي. eins. ماي. ماي. ماي هو شهر مايو. ناين. 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 فراي. 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 leider. leider. leider يعني للأسف، وفراي يعني حر. weinen. weinen. طبعا سمع الاي. weinen. weinen هو فعل ومعناه يبكي. weinen.
weinen يعني يبكي. schreiben 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 فعل برضو ومعناه يكتب. schreiben. خلينا نكررهم مرة كمان. حاول تفتكر معايا الصوتين دول كانوا بيدوني صوت اي. ممتاز. ناخد الأمثلة ونترجمها مع بعض. اي يعني بيضة. eins رقم 1. ماي شهر 5 مايو. nein يعني لا باللغة الألمانية. frei يعني حر. leider للأسف. weinen يبكي. schreiben يكتب. ممتاز. كورس صغير مع بعض عشان نشوف احنا عرفنا فعلا الأصوات الحروف دي ولا لأ. وهو احنا أخدنا أول حاجة أو، بعد كده أخدنا أي، واخدنا ايه كمان اي. وهنا احنا نغير الشباخة. اي. طيب، ودول الثلاث اصوات اللي احنا اخدناهم، دي حروف المركبه واحنا عرفنا اصواتها. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هبدا اقول لك كلمات وانت تقول لي الكلمه دي بتبدا باو ولا اي ولا اي. والكلمه الاولى معانا هتبقى، طبعا انا مش هكتبها ولكن حاول انك تقول لي هتكتب ايه. اول كلمه هي Augen. Augen. حاول انك تركز وتقولي بتبدأ بايه. Augen. ممتاز، بتبدأ بأو. رقم 2 ماي. ماي. ممتاز، بتبدأ ب أي. أي. طيب، وهنا الكلمة الأخيرة كل المطلوب منك انك تقولي ايه الصوت اللي انت سمعته، أو أي أي ايه فيهم موجود. والكلمة هي verkäuferin. 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 حاول انك تركز. verkäuferin. ممتاز. أي. خلينا نكمل وبكده نكون اختبرنا نفسنا في الثلاث حروف المركبة، 3 حروف دول. ونكمل. اي. اي زي ما انت سامع كده هو حرف اي ولكن ممدود شوية. اي. ناخد مثل زيبن رقم 7 يعني زيبن. ليد. ليد. ليد يعني أغنية. ليبن. ليبن. ليبن يعني يحب. ني. ني. ني يعني أبدا. زي. زي. زي يعني هي أو حضرتك لو هي بقس كبير زي ما انت شايف كده. نكررهم مرة كمان. طيب، قبل ما اكررهم ايه الصوت؟ الحرفين دول بيدوني صوت ايه؟ صوت اي. اي. ناخد الكلمة الأولى زيبن. زيبن. اسمع وكرر ورايا. زيبن. زيبن يعني رقم 7. ليد. ليد. ليد يعني أغنية. ليبن. 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 ليبن هو فعل ومعناه يحب. ني. ني. ني يعني أبدا. زي. زي. زي يعني حضرتك. الاي جي تتقرا
ش طيب، ولكن في بعض الأماكن زي النمسا قرأ كان حرف الك أم إند. احنا طبعا عشان بنتعلم هوخ دويتش أو بنتعلم دويتش يعني، فهنقول ش. خلينا نشوف مثل هونش هونش هونش. زي ما قلت لك هي ممكن تقل ش يعني صوت الشين، أو ك حرف الكاف في الآخر صوت الكاف، زي هونك هونك. بقول هونك لو أنا في أستغايش، لكن لو أنا في دويتشلاند وبتعلم دويتش هقول هونش هونش. وهونش يعني عسل. غشتش 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 يعني صح. غشتش غشتش. زwanzig 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 يعني رقم 20. wenig 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 يعني قليل. خلينا نكررهم مرة تانية مع بعض. هونش غشتش 20 wenig. هونش يعني عسل، غشتش يعني صح أو صحيح يعني، 20 رقم 20 بالألماني، wenig يعني قليل.